ليلة دخلته كانت أسوأ ليلة في عمره، وده بعد ما شاف جسم مراته واكتشف حاجة عجيبة ما قدرش بسببها يقرب منها. ولما واجهها سمع حكاية غريبة حصلت لها. قصة جواز منى كانت غير قصة جواز أي حد. بعد ليلة الدخلة جوزها جري يقول للناس الحقوني، أنا اتجوزت غول. ومحدش فهم هو يقصد إيه. منى شابة في أواخر الثلاثينات من عمرها. منى أجلت جوازها بسبب مشكلة بتعاني منها من وهي صغيرة وما كانتش لاقيه لها حل. منى من وهي صغيرة بتعاني من زيادة هرمونات الذكورة، وده خلل هرموني بيسبب إن كل جسمها بيبقى مليان شعر. ممكن الشعر يوصل لوشها وظهرها ورقبتها وبشكل مش طبيعي. حواجبها بتبقى تقيلة جدا، والشعر بيملى كل حتة في جسمها حتى دقنها وأماكن من غير المعتاد إن يظهر فيها شعر. مشكلة صعبة ممكن تعيشها أي ست، لكن منى أهلها حاولوا علاجها بكل الطرق، ودوها لدكاترة كتير، وفي الآخر قالوا إن ده بسبب زيادة هرمونات الذكورة والموضوع ملوش حل. منى عانت طول عمرها وكانت بتغطي كل جسمها وهي في المدرسة، ومع ذلك ده ما منعش إنها تتعرض للمضايقات من زميلاتها. ولما كانت بتروح دروس فيها أولاد كانت بتتعرض للمضايقات، يقولوا لها إيه شنبك ده أكبر من شنبنا، حواجبك عاملة كده ليه، أنت راجل متخفي، وكلام من النوع ده. لكن منى كانت بتتحمله وما كانتش بتركز معاه، أو بمعنى أصح اتعودت وتقبلت الأمر الواقع. وهي عندها 5 سنين أمها عملت حاجة غريبة جدا ما تخطرش على بال حد عشان تقلل الشعر ده. جابت وطواط وذبحوه وجابوا دمه ودهنوا بيه جسم منى وهي عندها 2 سنين، ومرة تانية وهي عندها 5 سنين، على أساس إن في شوية مقولات شعبية كده دارجة بتقول إن دم الوطواط لو اتمسح بيه جسم الست بيمنع خالص ظهور الشعر. وده طبعا مجرد كلام شعبي ملوش أي أساس من الصحة، لأن عدم وجود الشعر أو وجوده بيعتمد على نسب الهرمونات في الجسم، ودي بتكون حاجة الإنسان بيتخلق بيها. ناس بيبقى شعرها طويل وكثيف، وناس شعرهم خفيف، وكذلك شعر الجسم. لكن كل حاجة جربوها أهلها زمان ما نفعتش، لدرجة إن منى قررت إنها تروح لدكتورة ليزر. وبسبب إن هي بتروح لدكتورة ليزر وتجميل خلى عندها في نقط سودة في مسام جسمها من حرق الشعر نتيجة استخدام الليزر. ودي مرحلة وبتروح مع الوقت والمواظبة على العلاج، لكنها بتحتاج جلسات طويلة. أما بالنسبة للجواز، منى رفضت عرسان كتير، وكانت بتخاف قوي من موضوع مشكلتها الشخصية، وكانت مرة هتتخطب لكن الخطوبة ما تمتش، لحد ما جالها فرصة كويسة جدا للجواز. وما كانش عند منى أي سبب للرفض، خصوصا إنها بتكبر في السن. وقعدت تدعي ربنا إن جوزها ما ياخدش باله من الموضوع ده، وعملت المستحيل عشان ما يبانش. لكن بعد أيام من الجواز بدأ جوزها يلاحظ وجود الشعر الكتير اللي مالي ظهرها ومالي جسمها، وده طبعا بعد الوسائل اللي كانت مستخدماها لإزالة الشعر بعد كام يوم ما راحت. وحتى الأماكن اللي كانت عاملة فيها الليزر بدأ يلاحظ إن المسام بتاعتها شكلها غريب. جوزها بقى يقول لها انت بقيتي شبه الغوريلا، طب انت ليه ما صرحتنيش من الأول إن عندك مشكلة كبيرة زي دي، أنا ما أقدرش أعيش مع حد ألاقيه مشعر أكتر مني، وكلام كتير مش ممكن حد يتحمله. وقامت الخناقة من أول أسبوع جواز. جوزها فضل يقول لها انت ضحكتي عليا، انت ما صرحتنيش على اللي في جسمك، وهي تقول له الموضوع ما كانش تجميلي، انا ما عملتش عملية في مناخيري ولا عملت عملية في وشي، ده عيب خلقي انا اتولدت بيه. يرجع ويقول لها ما هو كان اولى اني اعرف العيب ده، يعني تخيلي لو انت اكتشفتي عيب في جسمي ما كنتيش هتقبلي بيا وهتحسي اني خدعتك وكدبت عليكي. منى حست بالاهانة وبالضعف، وان ده شيء هي ملهاش ذنب فيه، وطبعا كل اللي حواليها قالوا لها كان لازم تصارحيه. الغريبة ان منى صرحت قبل كده خطيبها الاولاني قبل جوازهم على طول، وقالت له ان هي عندها عيب خلقي والشعر بيكون زيادة شوية. بعد كده قال لها عادي مفيش مشكلة، لكن بعد يومين اتهرب من الخطوبة وفسخها. عشان كده السبب اللي خلى منى ما تحاولش ان هي تقول لجوزها المرة دي هو تجربتها السابقة، وقالت ان هي من هنا لحد الجواز هتلاقي حل. ودار جوزها في العيلة يحكي الموضوع عنها، ولما كانوا قرايبه بيسألوه ويقولوا له يعني مش معقولة يكون ده سبب الطلاق، فيقول إن الموضوع كان صعب كأني عايش مع غوريلا. عانت منى قوي وانتهى الموضوع بالطلاق من أول شهر جواز، رغم إن جوزها كان ممكن يديها فرصة، ويمكن استمرارها على جلسات الليزر كان بعد شوية جاب نتيجة، لكن جوزها ما ادهاش أي فرصة وحكم عليها على طول. والناس اللي حوالين منى كانوا نوعين: ناس مغلطين منى وبيقولوا لها كان لازم تصارحيه، ولما تشرح لهم ان عندها تجربة سابقة بيقولوا لها حتى لو ليكي تجربة سابقة وقلتي لحد ورفض كان لازم تصارحي جوزك المرة دي. وناس تانية تقول
لا، ما كانش المفروض إن هي تقول، وكان المفروض تتجوز بعد ما تخلص خالص موضوع جلسات الليزر، رغم إن الموضوع كان ممكن ياخد مدة طويلة، بجانب إنه مرهق جدا ماديا. وما بين الرأي ده والرأي ده، منى بتعاني من حالة نفسية سيئة بسبب حاجة هي اتولدت بيها وغصب عنها، وملهاش أي ذنب فيها ومش بإيديها.